مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في فيديو جديد. مفيش حاجه يعني خلينا نتفق كده في بدايه الفيديو، مفيش حاجه اسمها مستحيل في قاموس النادي الاهلي. قاموس النادي الاهلي خالي من كلمه مستحيل، ده مبدئيا يعني. فيجي واحد بعد اللي انا قلته ده تقول لي مثلا طب تقدر تكسب برشلونه؟ اقول لك اقدر اكسب برشلونه وكسبتهم النهارده وخدت منهم البرونزيه. النادي الاهلي يتالق في سماء العاصمه الاداريه بعد ان حصد على البرونزيه في بطوله كاس العالم لكره اليد المقامه على اراضي مصريه، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، بحضور كمان اعضاء مجلس اداره من النادي الاهلي، بالاضافه الى تالق كبير من مدير فني عظيم دنماركي لفريق كرة اليد بالنادي الاهلي، وتالق كبير جدا جدا من جانب لاعبي النادي الاهلي اللي كلهم رجاله. هقول كام لعيب انا يعني حافظهم وبدعوا بصراحه النهارده يعني في مباراه برشلونه. بص انا بتكلم يعني عن ايه؟ بتكلم عن مباراه الاهلي وبرشلونه وفوز النادي الاهلي. مش طالع اقول الاهلي خسر يا جماعه من برشلونه واداء مشرف والدنيا زي الفل، لا انا بتكلم عن فوز النادي الاهلي على برشلونه. يا جدعان الكلمه دي يعني مش سهله، والله العظيم ما سهله ان الاهلي يكون فايز على برشلونه. طبعا جت بمجهود كبير، بمجهود جبار، وكان هيبقى كمان فوز على مجدي برج في نصف النهائي اللي فات، ولكن للاسف خسرنا وبفارق قليل جدا في الاهداف. النهارده بتكسب برشلونه بفارق 3 اهداف، انت المسيطر. قبل انتهاء المباراه بدقيقه كامله انت كنت خلاص فنشت الماتش. لعيبه برشلونه سابت الكوره على الارض، دي يعني لقطات تاريخيه. لعيبه برشلونه لما تسيب الكره على الارض وخلاص فقدت الامل انها تعوض فارق الاهداف اللي ما بينها وما بين النادي الاهلي، دي حاجه انت تفتخر بيها كانسان افريقي، كانسان منتمي للوطن العربي، كانسان مصري في الاول وفي الاخر. ومبروك لمصر، ومبروك ثانيا اكيد للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على تحقيق انجاز يمكن لا يسبق في تاريخ الانديه العربيه او الافريقيه او المصريه في انك تهزم برشلونه. يعني انا حته انك هزمت برشلونه دي انجاز، وحته انك فزت بالبرونزيه دي انجاز تاني خالص. فقسم لي بقى الفيديو ما بين البرونزيه وما بين الفوز على برشلونه، لان النهارده بصراحه ليله كبيره من الليالي الاهلاويه، وكالعاده الاهلي يبدع ويمتع الاهلي المونديالي. برضو عايز اقول لك حاجه، انا قلت لك مفيش مستحيل في قاموس النادي الاهلي، ولكن هتلاقي في قاموس النادي الاهلي صفحات كتيره قوي يعني عنوانها الاهلي المونديالي، لان الاهلي في المونديال كره قدم بقى كره يد يعني بسم الله ما شاء الله عليه مبدع دايما. 2007 هو من حصد الفضيه في كاس العالم لكره اليد، وفي 2024 يحصد البرونزيه وسط عمالقه كره اليد. بكلمك عزيزي المشاهد على نادي برشلونه. طب هو مين برشلونه اللي انت عرفنا بيه ده؟ طب هو برشلونه ده يعني زي بتاع كره القدم؟ يا اخي ده بتوع كره القدم اللي بيشجعوا برشلونه بعد اللي انا هقوله عن برشلونه دلوقتي بتاع كره اليد هيسيبوا كره القدم ويروحوا يشجعوا بتاع كره اليد. برشلونه دي يا جماعه هي يمكن صاحبه الرقم القياسي في حصد بطوله كاس العالم لكره اليد 5 مرات. فرقه تقيله يعني في كره اليد. طب انت ليه بتجيب لي حاجات تاريخيه، حاجات قديمه؟ هات لي دلوقتي مستواها عامل ازاي عشان الاهلي يعني يكسبها. شهر يونيو اللي فات، شهر 6 السابق، يمكن نادي برشلونه حصد على بطوله دوري ابطال اوروبا. هو بطل اوروبا وبطل افريقيا، النهارده هزم بطل اوروبا في ليله تاريخيه من الليالي الاهلاويه، وبالتالي في شهر 6 اللي فات كسبوا دوري ابطال اوروبا، وهم برضو اصحاب الرقم القياسي في التتويج بدوري ابطال اوروبا 12 مره. انت بتهزم فريق غير طبيعي، فريق جبار، فريق لما دخل هذه البطوله هو مرشح من الاوائل لحصد اللقب، وانه ما ياخدش اللقب دي حاجه غريبه، حاجه عجيبه. فاتهزم في نصف النهائي، جالنا في ماتش البرونزيه بقتال يمكن جبار، قتال يمكن عنيف جدا من جانب لاعبي النادي الاهلي، قتال مصري. هم دول ابناء مصر، هم دول لو نزلوا اي ماتش عايزين يخلصوها يخلصوه بالروح، بالقتاليه، بالاداء الفني والتكتيكي العالي من جانب المدير الفني الدنماركي. احنا مش بتوع كره يد، ولكن الاهلي كان ممتع النهارده. يعني لما يمتعني في كره يد وانا بحل اصلا كره قدم، فدي حاجه عظمه العظمه. وقدام مين؟ قدام برشلونه يا جماعه، مش بنلاعب فرقه قليله اطلاقا. وقلت لك ارقام برشلونه. طب عايز اقول لك كمان ان النادي الاهلي اول فريق خارج اوروبا كلها يهزم نادي برشلونه في بطوله كاس العالم لكره اليد. طب عايز اقول لك بقى ان الاهلي اول فريق مصري وافريقي وعربي في الوطن العربي كله يهزم نادي برشلونه على مر التاريخ في كره اليد.
وبالتالي من تألق إلى تألق، وبطل أفريقيا يهزم بطل أوروبا في ليلة تاريخية مونديالية في ليلة البرونزية الأهلاوية. بعيدا عن كل هذا، عايز برضو أكيد أكلمك عن كام لعيب كده حراس المرمى في النادي الأهلي مثلا. خلاص يا باشا، بدأنا نفهم كرة يد وفهمناها، ومش كرة قدم بس، لا دي كرة اليد كمان. طالما في فرحة حلوة هنطلع نفرح معاكم في كرة اليد، مفيش كلام. فسيبك من كل الكلام ده، حراس المرمى لازم اديلهم حقهم. النهارده مان اوف ذا ماتش عبد الرحمن طه اللي لعب في الشوط الثاني للنادي الأهلي في حراسة المرمى. تألق كبير من حميد، عبد الرحمن طه وميحا. ميحا وعبد الرحمن طه هم الحارسين اللي بدأوا النهارده ولعبوا في المباراة بأكملها. الاثنين عاملين 25 تصدي من نادي برشلونة، 25 تصدي من فريق لاعيبته مصنفة يعني ما بين افضل لعيبة في العالم وفي عالم كرة اليد كله. تتكلم عن باكات على مستوى عالمي، عن لعيبة دايرة على مستوى عالمي، عن مدافعين على مستوى يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني فرقة جبارة. فانك تعمل التصديات دي، تعمل التألق ده، امال احنا كسبنا ازاي؟ ما هو بخير اكيد وبفضل الحراس العالميين دول، بالاضافة الى رمضان وتسديداته العملاقة، بالاضافة الى لعيبة الدايرة مثلا واستلاماتهم على الدايرة، سواء ياسر سيف اللي دايما كان بيقطع واستلاماته على الدايرة رائعة. قلت لك انا فهمت خلاص كرة يد، سيبك انت. قعدت محللين كرة اليد في البيت، بالاضافة الى طبعا دولا يعني اللي سماه خالد خيري معلق المباراة زي الملقاط. فيعني بصراحة بيلقط فعلا الكورة وما تسابش منه غير وهو بيسجلها. فالنهارده بصراحة مش عايز انسى حد، لكن اكيد انا مش حافظهم كلهم، ولكن النهارده بصراحة متعونا. يعني كل اللعيبة كانت رجالة، كل اللي شارك في المباراة كانوا رجالة. واهم نقطة لازم اتكلم فيها قبل ما انهي الفيديو، دي حتة بقى فنية. من مباراة مجدي برج اللي فاتت احنا كنا متقدمين ووصلنا الفرق السبعة ووصلنا الفرق الستة، وكنا يعني زي الفل، او يعني تقريبا اعلى فرق كان 6 أو 5 يعني على حساب نادي مجدي برج الالماني في مباراة نصف النهائي. ولكن اتعلمنا النهارده من اخطائنا ان لياقتنا البدنيه وقعت تماما في اخر المباراه اللي فاتت. المره دي لا، احنا النهارده وصلنا اكبر فرق ما بيننا وما بين برشلونه الى 8 اهداف. يا اخي ده انت يعني جبروت يا اخي. ايه يا اخي ده فرق 8 اهداف مع بطل اوروبا، فرق 8 اهداف مع فريق هو المرشح الاول تقريبا يعني او الثاني على الاقل يعني لهذه البطوله. ده الاهلي بقى مش شايف حد، مش همه حد في هذه البطوله. الاهلي لما بيلعب وسط الكبار بيلاقي نفسه، وكل كبير لازم يلاقي نفسه وسط الكبار، يلاقي نفسه يعني زيهم، بياكل اكلهم، وهكذا يعني. وبالتالي الكبير دايما كبير وهيفضل كبير، والنادي الاهلي كبير وبطل البرونزيه في ليله تاريخيه.